حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي أكل زمان من بيتي. عاملين إيه النهاردة؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل الكيكة الجميلة دي. هي مش ما تعتبرش كيكة، هي دي جاتو طعمة وجميلة وهتعجبكم جدا جدا جدا، وسهلة وبسيطة ومفيهاش أي حاجة. هتعجبكم بجد. أنا لما بعمل منها ما بعملش صينية واحدة، أنا بعمل صينيتين تلاتة، لأن هي بجد تحفة. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. مقاديرها بسيطة وسهلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. انا معايا هنا نص كوبايه زيت ونص كوبايه سكر. اول حاجه اهو بيضتين، هتضربيهم في الخلاط، هتضربيهم بالمضرب الكهربائي مفيش مشكله. لو عندك مضرب يدوي برضو هتضربيهم بيه مفيش مشكله. بفضي عليها نص كوبايه سكر. تمام، مقاديرها بسيطه وسهله وموجوده في البيت، متواجده كلها في البيت. حطيت نص كوبايه سكر على البيضتين ونص كوبايه زيت. تمام، وادي معايا كوبايه لبن، وننزل كده بتدريجيا واحده واحده كده. اذا كان زيت ولا سكر بننزل واحده واحده. ومعايا كمان ادي دقيق يا حبيبتي، وباكو بيكنج باودر او كيك شيف. معايا كوبايتين دقيق وباكو بيكنج باودر وذرة ملح. حطينا معانا كمان معلقتين كاكاو. شفتي بقى مقاديرها سهلة وبسيطة ازاي؟ بيضتين، نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، كوباية لبن، كوبايتين دقيق، باكو كيك شيف، معلقتين خل وذرة ملح. وكده خلاص. دهنت صينية معايا كده، والفرن بتاعي والع. احطها في الرف الوسطاني. الشبكة مش الشواية مش والعة، طلعت معايا زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. هفضيها بقى وايه. دي الطبقة التانية اللي هنعمل فيها. معايا كوباية سكر واتنين دانت ومعلقة زبدة. هنعمل دلوقتي شوية كراميل كده، نعنش الكيكاية بيهم من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. سمي كده بالاسم الله عشان الحاجة تطلع حلوة وزي الفل معاكي. وهي طالما بتتعمل بحب هتوصل بحب برضه ان شاء الله. حطيت كوبايه السكر على النار، ما قلبتهاش خالص، سبتها ساحت زي ما انتوا شايفين كده لغايه ما ساحت خالص. اول ما حسيت ان هي ساحت خالص ما بقاش فيها اي حاجه، نزلت بمعلقه زبده، وبعدين اتنين كراميل. عندك اتنين كراميل بالشوكولاته، عندك اتنين كراميل بالكراميل، مش لازم دانيت. هتحطيهم برضه. عندك علبه كريم كراميل ما فيش مشكله. بصوا، انا كده هيغلي معايا غلوه وخلاص. على كده مسكت بقى الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت، فضيتها في حاجه ورحت جايه مخرموها كده باي حاجه، بمعلقه باي حاجه عندك. تخريمات كبيره شويه، واسعه شويه. خرمتها كلها، ما بقاش فيها حته فاضيه. تمام. فضيت الكراميل بتاعي اهوت. افضيه بقى في كوبايه كده ولا حاجه عشان ازين بيه. بصي، هنزل بقى في الفراغات دي احط فيها الكريم بتاعي اهو. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، حاملاهم تماما. وهي الكميه اللي انا عاملاها اللي هي كوبايه السكر دي بتملى الكيكايه. كده خلصناها من الكريم كراميل. هنعمل بقى الطبقه الاخيره. معايا نص لبن، بس ده انا عامله اتنين على بعض. نص لبن ومعلقتين كاكاو ومعلقتين نشا. اخدهم على النار، هعملهم زي المهلبيه كده، واحط فيهم مكعب شوكولاته ومكعب زبده ونص كوبايه سكر. خلاص كده. وحاجه اصبها بقى فوق الخليط اللي انا عاملاه ده. وهينزل برضو في الاخرام اللي انا مفتحاها دي، هتنزل فيها برضو فيها الشوكولاته اللي انا عاملاها. هتبقى خفيفه. انا كنت عامله مقدارين لاني انا ما بعملش صينيه واحده، بعمل كذا صينيه. اشتغلت من الكيكه دي شغل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كانت تحفه، وكان كل اللي ياكلها كانت تعجبه. عايزاكم تجربوها وبجد مش هتندموا. بصوا انا اشتغلت فيها. بصي كام صينيه. ما كنتش بعمل بصينيه واحده بس، لان هي بجد تحفه. وشايفين الصوص بتاعي عامل ازاي، سيل وجميل ازاي. هنزله كده عليها زي ما انتم شايفين. اخليها تشرب من كل حته، واوسع لها برضو من تحت كده عشان ينزل الصوص من تحت كده. هينشف الصوص عليها وهتبقى تحفه تحفه بجد. الصوص ده نص لبن، معلقتين كاكاو،
قطعة شوكولاتة، معلقة زبدة، نص كوباية سكر، واحطه على النار اعمله زي الدانت كده او زي المهلبية خفيفة. وادي معايا واحدة شوكولاتة بشرها، بس على طول يا ولاد قبل ما تحطوها في التلاجة علشان الشوكولاتة تمسك على الايه الجناش اللي فوق ده. بشرت الشوكولاتة اهوت، او فورماسي او فواكه مسكرة اللي عندك حطيه، او سوداني. بشرت الشوكولاتة بتاعتي اهي ونزلتها على طول، والصوص لسه سخن يعني يا دوبك ايه برد علشان ما تسحش معايا. مسكت في الصوص، هحطها دلوقتي في التلاجة، ويا سلام بقى لو كلتوها تاني يوم تبقى تحفة. بص انا عاملة قد ايه كميات كميات كيكة، ما بعملش بواحدة بس، واشتغلت منها شغل ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه يعني، جميلة وموفرة وما كانتش غالية، كانتش بتتباع غالية يا ولاد والله. فايض معايا بقى شوية صوص كراميل اهو من اللي انا عملته قدامكم، اللي هي كوباية السكر وسبتها تسيح على النار. حطيت لها معلقة زبدة، اول ما ساح السكر خالص ما بقاش فيه حبيبات ولا كتل ولا اي حاجة، معلقة زبدة، وبعد كده نزلت عليه باتنين دانيت او كريم كراميل. سبت معايا معلقة كده عشان ازين بيها الوش من فوق. بصوا 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 الجمال، بجد بجد دي مش كيكة، ده جاتو. ما تقطعي الحتة كده وتاكليها وتاخدي من جوه بقى محشية، بجد ده جاتو مش كيكة، هتعجبك جدا. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسونيش في اللايك، وخشوا شوفوا علامة الاي موجود فيها ايه اتفرجوا. ولو عايزين اي حاجة مختلفة انا عندي كل حاجة في قناتي، خشوا اتفرجوا، اكتبوا اسم الحاجة وخشوا اتفرجوا، وعندكم علامة الاي دوسوا عليها واتفرجوا. متنسونيش في اللايك والكومنتات الحلوة اللي زيكم. ويا رب النهاردة اكون افدتكم وجايبه لكم حاجات رخيصة وحاجات حلوة. انا قبل ما بوريكم الحاجة بكون عاملاها، وبتكون تكاليفها بسيطة ومش غالية، تمام، عشان نقدر برضو نعمل وما نتكلفش كتير. بصوا طلعت معايا والله والله حتة جاتوه، وكل اللي كلها شكر فيها. اعملي كده وجربي مش هتندمي. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا من جوه بقى فيها الكريم كراميل، طعمه جميل جدا، ومن فوق الشوكولاته دي بتقرقش كده ما اقولكيش قد ايه قد ايه، حرفيا فظيعه فظيعه فظيعه. ان شاء الله هنعمل حاجات حلوه زي دي كتير وسهله وبسيطه كده، ببيضتين هتعملي جاتوه مش كيكه، وبجد هتعجبكم. ان شاء الله هعمل لكم المره الجايه جلاش بالخضار، سهل وبسيط وموفر. حبايبي بقى متابعيني تابعوني على الفيس وعلى التيك توك، ويا رب النهارده تكونوا استفدتوا مني ولو بحاجه بسيطه وافدتكم، وتعملوا كده وتجربوا بجد مش هتندموا. انا قبل ما بعمل الحاجه بكون مجرباها ودايقاها كذا مره، وعارفه ان هي بسيطه وسهله وهتعجبكم، فعشان كده انا بامانه يعني، فعشان كده جربوا مش هتندموا، وحاجه بسيطه هي مش كتير يعني. واشوفكم على خير واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.